علاش جمهور الرجاء ما كيهضرش على الزمامره؟ تاريخيا، مرجعيا، جماهيريا، شكون اكثر؟ واش نهضه الزمامره ولا بركان؟ انا غنتحمل مسؤوليتي، ما بغيتش الجواب انت. انا هي بركان. بركان من شحال هادو هي كاينه. بركان من شحال هادو هي عندها جوج الالقاب ديال الاتحاد الافريقي. بركان تنافست على البطوله الوطنيه. الزمامره جات على البارح، عندها اكاديميه، عندها غتصاوب لوطي، غتصاوب كلشي. الجمهور الدراجه ما كيهضرش عليها. علاش في نظرك؟ لان علاقه التقارب اللي كاين بين الجمهور الدراجه وبين الرئيس ديال الزمامره ممكن غدا يصبح الرئيس ديال الرجاء ويردوه لنا هو طارق بن زياد. هو طارق بن زياد عنيف يا ماشي عنيف، هذه الحقيقه. لان شوف السي الرمضاني خاصني لا في هذا البرنامج كنقول بدون لغه خشب، خلينا نحطوا النقاط على الحروف. حطهم اخويا صافي. حطهم هاد الناس ما يهضروش على الشفافيه والوضوح. الشفافيه والوضوح منعدمه عندهم. ولكن علاش غنلوم الجمهور ديال فريق معين يترافع على فريقه بطريقته؟ اللي نفرض سيدي ما عندهمش الشفافيه والوضوح. ملي نبهوا للحاله ديال نهضه بركان، ماشي المفروض الناقد الرياضي سي محمد ماغودي ينبش كذلك في بركان؟ من اين لكم هذا؟ مزيان. انا انتقلت واحد التدوينه، علاش ما قريتش داكشي اللي كتبت انا؟ قلت انا مع الشفافيه والوضوح، وقلت ولكن الشفافيه والوضوح خص تكون مع جميع الانديه الوطنيه، ماشي مع نهضه بركان، مع جميع الانديه الوطنيه، باش تكون عندنا ما يسمى بالعداله الفكريه والعداله ديال المحاسبه والعداله ديال المرافعه. خص يكون على جميع الانديه الوطنيه. لماذا بركان بالضبط؟ لان فقط بركان فازت بلقب ديال البطوله الوطنيه بدورات قبل وباستحقاق، ولان بركان الان هي الشمعه المضيئه لكره القدم الوطنيه افريقيا. هي اللي كاينه بعد المنتخبات الوطنيه. اش كاين؟ اش كاين؟ السي ماغودي اش كاين؟ عطيني. هاد الهضره ما قالهاش داك الصلع ديال الرمضاني وما قالهاش. لا انا نقول انا ما كيهمنيش، انا ما كنتميش جغرافيا لبركان، انا كنتمي للوطن. بركان جزء لا يتجزا من بلدي، سواء اللي باغي يحيدها من البلاد شغلو هذاك. انا جزء لا يتجزا من بلدي. انا انوه بالناجح. بركان الان عندها رئيس ناجح سميتو حكيم بن عبد الله. الرجاء والوداديين مازال ما بغاوش يدخلوا بان بركان دابا راه عندها حكيم بن عبد الله، باقي عندها في الدماغ ديالهم عندها فوزي القجع. ولكن بلاتي نمشيو دقه دقه. مرحبا. هاد الجماهير اللي كتقول السي ماغودي واللي عالن معاهم ما يشبه الحرب، دقه فيهم دقه فيك. لا كدقات كلهم فيهم. انا اش يدقوا فيا انا باش طالبت انا؟ واش انا ما قلتش بان خصنا الشفافيه الماليه ديال بركان؟ قلتها، ولكن قلت خصنا الشفافيه الماليه ديال الفتح، خصنا الشفافيه الماليه ديال الجيش، خصنا الشفافيه الماليه ديال الزمامره، خصنا الشفافيه الماليه ديال الاسفي، خصنا الشفافيه الماليه ديال اش نقول لك شكون الفرق اللي باقيين عندنا في القسم الوطني الاول. الشفافيه الماليه ديال كتلمح بانه الماليه ديال الكره في المغرب فيها ما كنقولش انا كنقول خص الشفافيه، خص الوضوح. واللي لقينا عنده راه عندنا حنا المؤسسات ديالنا نمشوا ليها، عندنا القضاء ديالنا، عندنا كل شيء ديالنا. اما على الهضره نبقى نلوح الهضره بهذا الشكل راه ما يمكنش اصاحبي. تصور دابا معايا مثال بسيط. تفضل. الكل كان يشكك في قيمه فريق نهضه بركان في البطوله الوطنيه. هذا واقع. هذا واقع. خاصه جمهور الوداد والرجاء بالدرجه الاولى. دابا كاينه حرب كبيره دابا. كاينه حرب كبيره. لا دابا سكتت. اسمعني. لا انت يمكن من الماتش وانت ناعس. دابا سكتت. انا سكتت. ماشي ناعس مبنج. انا سكتت لان حينما قدمت ذلك اللقاء بشهاده المحللين بكرة عالمية امام فريق قسطنطين الجزائري سكت الجميع.